بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، هنيئا لكم أن اغبرت أقدامكم في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي نصرة هذا الدين العظيم الذي جاء به من عند الله. إن اجتماعكم هذا يغيظ الكفار، وإنه رسالة واضحة أنكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكم تنصرونه وتفدونه بأنفسكم، وأنه أحب إليكم من أنفسكم وأهليكم أجمعين، وأنه أحب إليكم من الناس أجمعين. أنكم تدافعون عن عرضه صلى الله عليه وسلم، وتجعلون نحوركم دون نحره وصدوركم دون صدره، وأنكم رضيتم به رسولا ونبيا، وأنكم واثقون تمام الثقة من أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله منتصر، وأن هذا الدين سينصره الله بعز عزيز أو بذل ذليل. مرحبا بكم في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن لا يخلق الشر وأن لا يخلق الكفر، ولكنه أراد ابتلاءكم وامتحانكم على دينكم، وقد أراد أن يمتحنكم في هذا الوقت بأراذل خلقه الذين لا يفقهون شيئا ولا يفهمون شيئا ولا يعرفون قدر هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأوا تاريخه ولا سيرته ولا شمائله ولم يعرفوه، فلذلك سلطهم الله عليكم بافترائهم وكذبهم وتزويرهم للحقائق لتروا الله من أنفسكم خيرا. فاجتهدوا رحمكم الله في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كل بما يستطيع. فمجرد الحضور هنا نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله وغزو مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ومجرد الوقوف وما ينال الإنسان من الغبار والشمس إن شاء الله تعالى يجده ثقيلا في ميزان حسناته بين يدي الله إن أخلص. ومقاطعته للبضائع الفرنسية بشكل قاطع ومستمر إلى أن تتراجع فرنسا عن هذه الجرائم، كذلك جهاد في سبيل الله وبذل لما يستطيعه الإنسان، وكتابته لما يستطيع ولو كان ذلك بمجرد تغريدة، جهاد بالقلم واللسان، وكذلك تنبيهه للآخرين ودعوتهم للحضور ودعوتهم للمقاطعة ودعوتهم للضغط على فرنسا بكل الوسائل كالوسائل القانونية والإنسانية وكالمقاطعة الدبلوماسية وغير ذلك من وسائل الاحتجاج السلمي. كل ذلك جهاد في سبيل الله ونصرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، تنالون به أجرا عظيما وينصركم الله به نصرا مبينا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن نصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع لمنزلتكم وتبييض لوجوهكم في هذه الأمة، ونصرة لكم في الملأ الأعلى. فالذين يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساهرة في وقت الشفاعة، أو يلقونه على الصراط في وقت العبور، أو يلقونه على الحوض في وقت العطش، ولم ينصروه في هذه الحياة الدنيا، لا شك أنهم من المغبونين الخاسرين، وسيطرد دونه أقوام كما يطرد غرائب الإبل. ومن لم ينصره بأي وجه سيلقاه في تلك المشاهد كلها. لا بد أن تحضروا النية وأن تقووا العزائم وأن توحدوا صفوفكم وأن تجمعوا كلمتكم وأن تنتظموا في احتجاجكم. اجعلوه احتجاجا راقيا ليس فيه تأثير على سير
وليس فيه اعتداء على أحد، وليس فيه ظلم لأحد، وليس فيه مضايقة لأحد. تعاونوا على هذه النصرة كل بما يستطيع، واعلموا أن الله ناصركم لا محالة، وأن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم منصور في الملأ الأعلى. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا. إن نصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وانتهاز الفرصة لذلك يرفع مقامكم ودرجاتكم، ويقتضي أن تكونوا من الذين سلكوا طريقا إلى الجنة. وإن اجتماعكم هذا تعبير عن ولائكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ولائكم لهذا الدين العظيم الذي جاء به من عند الله، وقبل ذلك عن ولائكم لربكم جل جلاله. فقد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تذكروا أن هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو أمن الخلق عليكم، فبه أنقذكم الله من الجاهلية الجهلاء وأخرجكم به من الظلمات إلى النور وهداكم به للإسلام وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس وأنزل عليه هذا الكتاب المبين الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحق عليكم من النصرة الشيء الكثير، ولذلك ضحوا وابذلوا ولا تتراجعوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، واجتهدوا في جمع صفوفكم وانتظامكم، وأن يكون عملكم راقيا منظما ليس فيه اختلاط مذموم ولا تقارب منهي عنه بين الرجال والنساء، وليس فيه فحش في القول، وليس فيه كلام لا يرضي الله ورسوله. بل تذكروا أنكم الآن في حضرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا تقولوا من القول إلا ما تريدون إشهاده عليه، ولا تنطقوا إلا بما يرضيه، ولا تتصرفوا أي تصرف لا يرضيه. احفظوا جوارحكم كلها، احفظوا أسماعكم وأبصاركم، امتنعوا من كل ما لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم الذي تنصرون به رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم. يختار الله له ويوفق له من يختارهم من خلقه فيأتي بهم إلى هذا المكان ليعبروا عن ولائهم لله ورسوله وللمؤمنين، وعن رضاهم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن ترسلوا رسالة واضحة إلى فرنسا وإلى العالم من ورائها أنكم جند محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وأنه أولى بكم من أنفسكم، وأنه أحب إليكم من أنفسكم التي في صدوركم، وأنه أحب إليكم من عقولكم وقلوبكم وأسماعكم وأبصاركم، وأحب إليكم من كل والد وولد وزوج، وأنه أحب إليكم من أموالكم ومصالحكم جميعا، وأنه أحب إليكم من دولتكم، وأحب إليكم من أرضكم، وأحب إليكم من أهليكم أجمعين والناس أجمعين. لا بد أن تحققوا هذه المحبة وأن تعلنوها مدوية، وأن تكثروا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ورسالتكم ستبلغ العالم كله وستؤتي أكلها وثمرتها بإذن الله. وأول ذلك أن الله سبحانه وتعالى يكتب لكم
كل خطوة خطوتموها وكل ذرة تجاوزتموها، سواء كانت من ذرات الأكسجين أو من ذرات الرمل أو غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بارك الله فيكم وحفظكم ووفقكم وسددكم وتقبل منكم صالح العمل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاته العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمه العظيم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجزي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته واخلفه في أمته بخير. اللهم اجعل جميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات في قرة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واسقهم جميعا من حوضه بيده شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا، واحشرهم جميعا تحت لوائه وابعثهم في زمرته يا أرحم الراحمين، وارزقهم مرافقته ومجاورته في الفردوس الأعلى، وأحلل عليهم في هذا المشهد رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده، وانصرهم بما نصروا رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.